طيب نرجع بقى او ننتقل لنظريه تانية او لامر تاني، هو نظريه الالوان. ودي طبعا في ناس كتير بتقع في المشكله دي، او بيبقى الموضوع بالنسبه لهم انا مش قادر استوعب فكره نظريه الالوان وازاي اختار اللون في الديزاين بتاعي. زي ما قلنا قبل كده، انا شرحنا في فيديو قلنا ان في مواقع بتساعدني ازاي اختار الالوان، هتلاقوا الفيديو موجود عندي على صفحتي، ازاي ان انا اختار الالوان في الديزاين بتاعي زي ادوبي كات. تمام. فانا وانا شغال بقدر اعمل ايه؟ بقدر اختار اللون المناسب لسيكولوجيه الجمهور بتاعي. لازم استهدف، ابقى عارف انا بستهدف الناس مهتمين مثلا بالاطعمه والاغذيه، فانا بعمل براند اطعمه واغذيه. لو انا بعمل براند اطعمه واغذيه بعمل ايه؟ بعمل ديزاين خاص، بلوجو مثلا للمطعم او كده، فبستخدم الوان حاره، الوان من اللون الاحمر والاورنج والاصفر. لو لاحظنا في البراندات، اغلب البراندات العالميه بتستخدم نفس الالوان دي. طب هل هم بيستخدموا الالوان دي عشان خلاص ما فيش الوان تانية يستخدموها، ولا هل هم بيسرقوا من بعض مثلا، فهم بياخدوا الافكار من بعضهم، فشايفين ان مثلا البراند المعروف ده بيستخدم اللون الاحمر فاوريدي خلاص انا هستخدم اللون الاحمر؟ لا، الموضوع ملوش علاقه بكده خالص. الموضوع ليه علاقه بسيكولوجيه المتلقي او المستهلك نفسه. انا دلوقتي كحد عايز اطلب اوردر او اشتري مثلا او اكل، فانا بيحفز عندي اللون الاحمر ده، بيحفز عندي الجوع، هرمون الجوع، فبيخليني اخد اكشن بان انا اشتري او ان انا اروح للمطعم ده. مجرد ما ابقى ماشي في الطريق كده واشوف الالوان الاحمر قدامي، خلاص انا حسيت بالجوع وتلاقيني بتوجه للمطعم على طول. فزي ما قلنا فكره ان انا لما بستخدم الالوان ديت بستخدمها لاسباب معينه، مش بستخدم مجرد ان انا بستخدم لون وخلاص انا مش عارف استخدم الوان ايه. لا، كل لون انا بستخدمه في الديزاين بتاعي بيكون ليه هدف. انا عايز ادي مثلا ايحاء، بعمل بوستر فيلم مثلا، عايز ادي ايحاء ان الفيلم ده اكشن، فبستخدم الالوان الكونتراست ما بينها الازرق والاحمر مثلا، او الازرق والاورنج، فبديله ايحاء ان في. لو انا عايز استخدم حاجه فيها رعب فبستخدم الالوان الايه الدارك او الالوان الغامقه. لو عايز اديله ايحاء ان انا الفيلم ده فاني او حاجه فيها متعه وكده او رومانسيه، بستخدم الالوان البيربل والبينك والاحمر والحاجات الايه الالوان الفرايحي. وبرده نظريه الالوان لازم فيها حاجه مهمه جدا، ان احنا بنشتغل على فكره اختيار الالوان، وان انا بستخدم كلر مود على حسب الديزاين بتاعي. لان من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي برده بيقع فيها ناس كتير جدا، ان انا ما بعرفش افرق ما بين الديزاين اللي هيتعرض على السوشيال ميديا. واحنا طبعا في خلال التطبيق العملي هنقول برده على اساينمنت كده نعمله، بحيث ان احنا برضو ايه تبعته لي بعد ما تنفذوا الكلام ده، يبقى ليه ديدلاين مثلا النهارده تخلصوا الديزاين وتبعته لي، وانا برضو هديكم الفيدباك عليه. زي ما قلنا كده ان انا لازم اكون عارف، انا لما باجي اعمل ديزاين ببقى عارف من الاساس الديزاين ده هيتعرض عليه، هل الديزاين هيطبع ولا هيتعرض على السوشيال ميديا وهيتعرض على الديفايسز. فلو هيتعرض على الديفايسز لازم اختار كلر مود او اختار طريقه الالوان او المود بتاع الالوان بتاعي يكون ار جي بي. لان زي ما احنا عارفين، اغلبنا عارفين، الشاشات اللي قدامنا، الموبايلات او اللابتوبات او الاجهزه او الشاشات الكبيره، كل ده بيشتغل بتقنيه الالوان او بتقنيه الار جي بي. الالوان بتاعته بتنعكس من الاضاءه. يعني انا بالنسبه لي الشاشه في الاساس بتكون لونها قاتم دارك اسود، فالاضاءه بتظهر او مجرد ما الموبايل بيفتح مثلا معايا على حسب اللون اللي انا عايزه يظهر في الشاشه، هو ده اللي بيظهر لي من الثلاث الوان دول، الار جي بي. الموضوع بكل بساطه، عشان الناس اللي بتشوف ان الموضوع ده معقد، نظريه الالوان دي نظريه معقده وصعبه، لا بالعكس، الموضوع ابسط مما تتخيل. هو الفكره بس انت محتاج تدخل جوه المود او تخش كده جوه الفكره وتقدر ان انت تركز فيها بشكل كبير. زي ما قلنا كده الكالر مود لو انا بعرض على الشاشات فبختار ار جي بي. طيب عشان تثبت معانا ونبقى حافظين الكلام ده ومحدش يغلط فيها، ار جي بي هو الثلاث الوان الريد والجرين والبلو، دي الالوان اللي بيتعرف عليها الاجهزه والشاشات والديفايسز كلها. السي ام واي كي وده الكالر مود، النظام الثاني للالوان اللي هو بيكون خاص بالطباعه، لان كل الماكينات الطباعه اللي في العالم كله بتتعامل مع نظام الالوان الكالر مود اللي هو سي ام واي كي. طب يعني ايه سي ام واي كي؟ سيان وماجنتا ويلو وبلاك. عندي اللون السيان، لو احنا شفنا كده الديزاين بتاعنا زي ما احنا شايفين قدامنا كده، اللون السيان ده اللي هو بيكون اللون السماوي ده، واللي جنبه ده الارجواني اللي هو اللي بنسميه احنا الارجواني اللي هو اللون البينك ده. على فكره لو دخلت اي مطبعه، ودايما انا بنصح اي حد بيتدرب معايا ان هو ينزل للمكان، يحاول ينزل لمطبعه. لو نزلت اي مطبعه مش هيمانع ابدا ان انت تدخل وتشوف الشغل وتشوف ايه النظام بالظبط في الطباعه، وانت مش هتدخل له بمنطلق ان انت حد مش فاهم او ان انت حد عايز يتعلم او الكلام ده، لا، انت تدخل له من منطلق ان انت حد فاهم. انت خلاص حضرت. زي ما قلنا كده انا بختار الالوان. زي ما قلنا لو قدرت ان انت تنزل كديزاينر مطبعه او اي مكان حواليك، انت في اي مكان انت موجود فيه هتلاقي فيه مطبعه، اكيد لا شك ان انت في عندك مطبعه، لان ده بيفرق معاك جدا. هتلاقي اغلب الناس الشاطره في المجال والمعروفين في المجال بدايتهم كانت من مطبعه، لا شك. تلاقي اي حد بيتكلم او من استوديو، يعني في شق كبير جدا بيبقى بدايته من
المطبعه، وفي جزء كبير جدا بيبقى بدايته من الاستوديو، لان طبعا الاستوديو خلاص بيتعود على القص وازاي ان هو يقص صور وازاي ان هو يغير خلفيات وان هو ازاي يستخدم البين تول اللي دايما عامله ازمه كبيره جدا للمصممين. وهي على خلاف كده، يعني البين تول لو انت اتعودت عليها هتكون اداتك صاحبتك، يعني هتقدر تتعامل بيها بكل اريحيه، الموضوع مش صعب اطلاقا، الفكره كلها بس محتاج تدريب. انت لو دربت ايدك على البين تول تلاقي الموضوع اسهل بيه. هنكمل وهنتطرق للموضوع تاني بشكل اوسع، وهيبقى فيه فيديو تاني اشرح فيه ازاي ان انت تستخدم البين تول، وازاي ان في مواقع تقدر تساعدك ان انت تتدرب على استخدام البين تول، لان دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل ازمه كبيره جدا. فزي ما قلنا برضو في ناس بدايتها من الاستوديو وفي ناس بدايتها من المطابع. بدايتهم من المطابع بيبقوا شافوا الموضوع من تحت، من اخر من اهم مرحله، وهي مرحله التنفيذ، ان انا ببقى اشوف الحاجه دي بتتنفذ ازاي، بتطبع ازاي، ايه هي تقنيه الالوان، ايه هي فصل الالوان، ازاي بحط الاحبار، ازاي مثلا لو بطبع اوفست او بطبع ديجيتال، بطبع سلك سكرين، بطبع في انظمه طباعه كتير زي الفليكسو والروتو. وبرده اللي راح مثلا او اللي يقدر يروح منكم برده مطبعه بتطبع اكياس او بلاستيك او كده او لامينيشن، هيروح يشوف برده الفليكسو والروتو، وازاي برده ان في تقنيات جميله جدا في الطباعه، وابقى فاهم يعني ايه فصل الوان، ويعني ايه الاحبار بتتحط في احواض وبيبقى في زنكات ملفوفه على سلندر، وان الحبر بياخد او المكنه بتاخد الحبر على السلندر ده او على الزنكات ديت وتنزله على الورق. بلاقي ان الورق بيدخل من المكان من اول المكنه، مثلا مكنه الطباعه، بيدخل ورق ابيض وبعد كده بيعدي بالزنكات او بيعدي على السلندرات ديت لحد ما يديني في الاخر مع مزيج الالوان اللي هو بيعملها يديني في النهايه الديزاين مطبوع جاهز. في بقى ماكينات طباعه واحد لون، بقدر اخد كل لون لوحده، اللي هو السيان لوحده او الماجنتا لوحده او اليلو لوحده والبلاك لوحده. عشان كده احنا انا بوضح لكم وبشرح لكم الموضوع ده عشان يبقى احنا عندنا درايه واسعه وكبيره جدا بموضوع فصل الالوان. انا لو عندي خلفيه كبيره عن الحاجه دي بتتنفذ ازاي، وعارف ان انا الديزاين بتاعي لما هيطبع هيمر ببروسيسنج عامله ازاي او المراحل بتاعه الطباعه عامله ازاي، انا ديزاينر مالي. طبعا اي حد فيكم هيقول دلوقتي طب انا مالي، انا ماليش دعوه بالطباعه، انا بعمل الديزاين، انا ماليش دعوه بالطباعه، هو انا اللي هطبع، انا ديزاينر. لكن الموضوع مش كده خالص. الموضوع انا لما يكون عندي فكره عن الطباعه اتفادى المشاكل اللي ممكن تظهر اثناء الطباعه. يعني سريعا كده احكي لكم موقف حصل مع عميل. الكلام ده كان في 2019 او 2018 تمام. كان عندي عميل مطعم كبير، مطعم معروف، يعني هو او ما زال من البراندات المعروفه في الكريب، يعني هو معروف واسمه معروف. المطعم ده كان طالب مني ان هو يطبع 10000 كريب، وطبعا 10000 كريب، 10000 ورقه كريب اللي هو الظرف الكريب ده، كان هو ده عدد قليل بالنسبه له لان هو ما شاء الله بيطبع كميات كبيره، بس هو كان عايز يتست معايا الطباعه. فطبع معايا ال 10000 كريب دول، 10000 ظرف كريب. وبعد ما وديتهم من المطبعه فوجئت ان الالوان، طبعا انا بعت الشغل للطباعه بالايميل وجالي الاوردر بتاع الطباعه دي بتاع الاظرف دي ملفوف جاهز. وطبعا انا ساعتها يعني ده من غلطتي برضو ان انا ما شيكتش على الشغل قبل ما اسلمه للعميل، فبعت الاظرف ديت وهي ملفوفه زي ما هي بلفه المطبعه للعميل. فالعميل طلع الورق وبيبص لقى الكلام ده، لقى ان الكلام ده والله في 2016 والله تقريبا او 2017. فالمهم شاف الورق، شاف الاظرف، فبيبص لقى الايه الالوان مختلفه تماما عن الالوان بتاعته. فطبعا ايه بعت لي الصور على الواتساب. وبعدين انا طبعا اتصدمت، خلاص انا عامل له 10000 وال 10000 دول برقم، طبعا انا منتظر منه بقيه الدفعه، يعني بقيه حسابي خلاص. لقيت ان المشكله دي، فطبعا انا جه في ذهني ان الغلط ده من عندي. فقلت طبعا انا كده لبست الموضوع، يعني 10000 ورق كريب في الوقت ده كان بمبلغ، كان برقم، حتى ولو كان ارخص طبعا من دلوقتي، والاسعار الجنونيه اللي بنسمعها دلوقتي اختلفت اكيد كتير، بس وقتها كان غالي برضه. فالمهم ايه، انا خلاص قمت واخد الاظرف واخدها منه، قلت له خلاص انا هطبع لك مكانها. انا اخدت الاظرف دي، اخدت اللفف زي ما هي كده، وقمت طالع بيها على المطبعه واديتها للراجل صاحب المطبعه، راجل محترم، راجل انا بكن ليه كل الاحترام لحد النهارده، وما زال بتربطنا علاقه كويسه يعني. فقلت له ايه، الاظرف دي اتطبعت باللون ده ازاي؟ الملف اللي انا بعته لك الالوان بتاعته مظبوطه، انا اوريدي عندي الكالر باليت بتاعت البراند وعندي الالوان بتاعته والالوان مظبوطه، وانا عامل الديزاين بتاعي مظبوط، سيبريشن بريفيو، فصل الالوان بتاعي مظبوط. فلما طبع فلما رحت له قال لي لا استحاله، ده اكيد ده الملف اللي انت بعته له. طب لو سمحت افتح لي الديزاين ونشوف الالوان المفصوله عندك، وهنعمل منها عينه ديجيتال، ولو الالوان طلعت نفس الالوان اللي انت عاملها انا مفيش مشكله هعيدهم على حسابي. فطبعا العميل ايه بتاع المطبعه عمل ايه، طبع فعلا عينه ديجيتال، كان جنب منه حد بتاع ديجيتال، فطبع العينه الديجيتال وخدنا الورق، لقينا الطباعه مختلفه تماما، مع ان الديجيتال مش بيطلع زي الاوفست، يعني بيطلع بنسبه
80% مثلا من الاوفست، 80 85%. فالراجل المحترم عمل ايه؟ قال لي لا خلاص ده فعلا انا رجعت للصنايعي، وقال لي فعلا المشكله طلعت في هو الصنايعي نفسه كان معلي اللون الاحمر شويه، عشان كده الالوان طلعت بالشكل ده. معلي الالوان وانا فاهم طبعا، انا عشان حد فاهم ففاهم يعني ايه هو علّى الالوان في الاحمر شويه، هو عنده الحبر الاحمر هو مثلا الموجود متوفر معاه، فقام معلي في الاحمر شويه، فخلى الالوان بتاعتي ايه راحت في حته تانية وساحت خالص. فالشاهد من الموقف ده ايه؟ ان الموقف ده خلى انا قدرت اتصرف فيه لان انا فاهم، انا حد فاهم يعني ايه فصل الوان، ويعني ايه شبكيات، ويعني ايه سي تي بي، ويعني ايه زنكات، ويعني ايه فصل الوان. فانا فاهم. لو حد تاني مش فاهم كان خلاص لبس الموضوع. وده مثال من امثله كتير جدا، لو شرحت لكم الامثله اللي انا مريت بيها كتير من خلال خبرتي الكبيره في المجال. فانا دلوقتي لما بتكلم الفكره دي، فكره ان انا ببقى عارف تقنيات او عارف اساسيات الطباعه وايه هي الطرق اللي انا بقدر اطبع بيها بشكل كويس. ببقى فاهم لو نزلت مطبعه، لو نزلت مكان واتدربت فيه او مش اتدربت فيه، مش بقول لكم انزلوا تتدربوا، بس انزل اخد فكره. ده يعني الحديث خدنا في الموضوع ده عشان اوضح لكم بس فكره ان انا لما هنزل مكان انا هعرف طرق الطباعه وتقنيات الطباعه واسس الطباعه، فابقى قادر ان انا افهم لما اجي اعمل ديزاين وابعته للمطبعه انا عارف ايه اللي هيتم، فما يحصلش عندي مشكله. طبعا بقى ناهيك بقى عن البليد والمارجن وابقى فاهم ان الورق بتاعي بيتطبع بيتقص ازاي، ولازم اخد بالي من المكان القص، حدود القص بتاعتي. ولو انا بصمم باكجنج مثلا فابقى عارف مكان الريجه ومكان القص وايه هي الزنكه او عفوا مش الزنكه، الاسطمبه فيها السكينه بتاعه القص، وابقى عارف الكلام ده كله. فالكلام ده كله هقدر ان انا ايه اتفادى اي مشاكل ممكن تحصل. نرجع لنظريه الالوان زي ما قلنا كده، ان انا بختار للطباعه سيان وماجنتا ويلو وبلاك اللي هو CMYK، وللكالر مود او للشاشات بختار الRGB. وفي حاجه تانية اسمها كالر مود برضو اسمه الجراي سكيل اللي هو ما بين الابيض والاسود. فانا الديزاين بتاعي لو انا عامله ابيض واسود فبيكون الكالر مود بتاعي جراي سكيل. الحاجه اللي بعد كده اللي هو الHSP وهو الهيو والساتوريشن والبرايتنس. تمام، ان انا بقدر ابقى عارف الهيو درجه اللون، احمر اصفر ازرق اخضر ايا كان نوع اللون نفسه. الساتوريشن بتاعه يعني التشبع بتاعه، انا ممكن الاقي لون باهت او لون واخد تشبع، واخد درجه كويسه جدا من اللون، ظاهر لي بشكل كويس ساتوريتد متشبع، ظاهر معايا بشكل كويس. او البرايتنس بقى لو انا بعلي الاضاءه بتاعت اللون او بقلل الاضاءه خالص فبخليها ناحيه الداركنس، فيا اما اللون بيبقى غامق، يا اما بيبقى فاتح، يا اما بيبقى ساتوريتد، يا اما نون ساتوريتد، يا اما بيبقى احمر او ازرق او اخضر. ده الهيو. ده باختصار كده نظريه الالوان. وزي ما قلنا برضو هنشرح الكلام ده بالتفصيل اكتر في الكورس ان شاء الله اللي بشرح فيه تقنيات الطباعه وفنيات الطباعه وفنيات وخدمات ما بعد الطباعه، ونبقى عارفين كل الحاجات اللي انا شرحتها لكم ديت بالتفاصيل وباستفاضه اكتر. زي ما احنا شايفين قدامنا برضو في عجله الالوان او الهيو دي اللي بنختار منها اللون. فانا قدامي هنا برضو الالوان الكول او الالوان الورم. الالوان الكول بالنسبه لي زي ما احنا شايفين كده الالوان اللي هي البربل او درجاته او الازرق او الاخضر، او الالوان اللي هي الكول اللي هي الالوان اللي بتدل على الراحه والهدوء وكده. الالوان الورم الالوان الدافيه، الالوان اللي فيها حماس وفيها وهج وفيها اندفاع وفيها يعني بحس الالوان دافيه كده وورم زي ما بنسميها. طبعا البرايت الالوان اللي بتبقى افتح درجاتها افتح، والدارك اللي هي بتكون الوان اغمق زي ما احنا قلنا، والساتوريتد اللي فيها تشبع لوني فانا بشوف الدرجات بتاعتها واضحه، الوان واضحه ما بيكونش فيها بهتان زي ما احنا بنقول. هنا دي ساتوريتد زي ما احنا شرحنا من شويه. فموضوع نظريه الالوان ده انا ان شاء الله هشرحه برضو في فيديو تاني بالتفصيل اكتر عشان الناس تقدر تستوعب الموضوع وما يبقاش عندها صعوبه فيه ابدا، ونقدر نختار اللون بتاعنا بكل بساطه. بس ده باختصار زي ما قلنا كده ده ازاي ان انا افهم فكره الالوان. وطبعا في ديزاينات انا بقدر استخدم فيها البرايمري كلر اللي هي الالوان الاساسيه اللي هو الازرق والاحمر والاصفر مثلا. في السكوير اللي انا بختار من عجله الالوان 4 الوان متباينه او متضاده او متعاكسه، فبقدر استخدمها برضو في الديزاين بتاعي. الكومبلمنتري اللي هي بتبقى الوان متضاده عكس بعضها اللي هو بيكون لونين بس زي ما انتم شايفين قدامكم في الشاشه. الترايد اللي هي بيبقوا 3 الوان برضو عكس بعض كده بختارهم في الديزاين بتاعي، فبتلاقي الكالر تون بتاعي في الديزاين رايح مثلا او مختار ال3 الوان دول. في الانالوجز اللي هو بيكون متقاربين من بعض 3 الوان في عجله الالوان متقاربين مع بعض. وفي التتراديك اللي هو الالوان اللي بتبقى متقاربه بس قصاد بعض في عجله الالوان.